انا جبت لكم الحل لاي سجاد عندكم قديم ومش حابين شكله. شايفين غيرت الصاله ازاي؟ ده اسمه كفر سجاد، وانا قلت بقى هوريكم تجربتي الشخصيه فيه. انا اشتريتها يا جماعه، مش اعلان ولا اي حاجه. هي بتكون باستك، هي على فكره حلوه وكشكل حلو، بس كان عندي فيها تعقيب صغير قوي، انها مش ضد الميه. وانا كنت مفكره ان هي بما انها غاليه فهي هتكون ضد الميه، فاي ميه هتقع على السجاده مش يعني هتقع، مش هتوصل للسجادة. لا، طلعت ان هي حاجة خفيفة خالص كده زي الملاية بالظبط. هي كشكل بتدي شكل حلو، بس كخامة وكأنها تحافظ على السجاد، لا هي مش بتحافظ على السجاد خالص، بل بالعكس هي بتوصل المية للسجاد. فانتي لو بتدوري على كفر سجاد اختاري اهم حاجة ان يكون عازل للمية، المية ما توصلش ابدا للسجادة بتاعتك. وعشان كده انا اكتر حاجة مزعلاني ان انا مش عارفة استخدم عليها المكنسة بتاعتي، فدي اكتر حاجة مضايقاني بصراحة. انا عندي سجادتين في الصالة فقلت هغيرهم الاتنين بنفس الشكل. انا كانوا لونهم بيج بما ان كانوا دول بتوع البيت القديم، وانا محبتش ان انا اغير السجاد لان السجاد بصراحة حلو جدا ما فيش اي فيه مشكلة. قلت هغير الشكل بتاعه بس. فقولوا معايا، الشكل النهائي حلو ولا انا حاساه مبهرج قوي وكتير كتير كده الوان؟ اللي هي الالوان كلها متناسقه، بس حاسه انها كتير انا بس عايزه اوضح حاجه صغيره، ما تنخدعيش بكلمه تركي، عشان اللي انت شايفاها دي ده التركي. فشايفين خفيفه ازاي؟ ما انصحش بيها بصراحه. لو انت هتشتري فاشتري اللي هي عازل للميه، اهم حاجه. انا كنت جايباها بمبلغ وقدره، فاللي هو ليه و... وانا كنت بحق سجاده، يعني كنت بحق الاتنين دول. انا كنت اشتريت سجاده ويعني وشلت السجاد القديم بتاعي ده وكنت اشتريت جديد. فهو ده بس التعقيب التاني عليها، ان هي كان سعرها اوفر قوي. ما كانش عندي تعقيب في السعر، بس هي كانت حلوة. لو اول مرة تتابعوني فانا فاطمة علام، ودي صفحة كل يوم في ميلانو. ده الشكل النهائي، ايه رأيكم فيه؟ وهستنى رأيكم تقولولي بصراحة، هي لايقة على الشقة عندي ولا حاسة انها كتير؟ هستنى رأيكم في الكومنتات.